السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم أعزائنا الكرام. أصدرت مؤخرا الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بيانا يتضمن بعض التجاوزات الغير مسؤولة والمغالطات الخطيرة فيما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل وربطها بآخر التطورات التي تعرف الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي هذا الصدد يؤكد الديوان الملكي على ما يلي: أولاً، إن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضع في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة، وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب لا يخضع للمزايدات السياسية أو للحملات الانتخابية الضيقة. ثانياً، إن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك نصره الله بحكم الدستور. ثالثا، إن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولا أي اعتبار. رابعا، إن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي السياق يعلمه الجميع ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي. وقد تم حينها إخبار القوة الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت بكل فرح عن انخراطها والتزامها به.